طاجن لحمة بالبصل، أحلى حاجة فيه إنه مش معقد، لحمة بالبصل وبس، لكن طعمه مش بسيط خالص، رهيب. من أكتر قطعيات اللحمة اللي بحب أعمله بيها هي دي، شرايح الموزة أو الجزارين بيسموها أوسوبوكو، فيها عظم وجيلاتين يقوي الطعم ويظبط قوام الطاجن، بس ممكن تعملوها بأي قطعية تحبوها أكيد. لكيلو اللحمة قطعت كيلو بصل، نفس وزن اللحمة بصل، وممكن تزودوا كمان بصل عن كده. وسخنت طاسة على نار بين المتوسطة والعالية، وحطيت فيها زيت، ولما سخن حطيت اللحمة من غير ما أزحم الطاسة. لما بقى سهل اقلبها قلبتها وشوحت الكميه كلها بالشكل ده من على الوشين. بعدين حطيتها في الطاجن ومكانها بقى حطيت البصل اللي قطعته، بس حسيته كان محتاج زيت فزودت تاني، وفضلت اقلبه لحد ما بقى ده شكله. مش محمر عشان عايزه يبقى لسه فيه سوائل تنزل في الطاجن، ومش مكرمل عشان ما عنديش وقت اكرمل كل الكميه دي. هرست هنا 3 فصوص توم، في ناس ما بتحبش التوم على اللحمه فعادي، ده اختياري. واختياري كمان قرن فلفل عشان الحراره، وقلبتهم شويه. بعدين حطيت معلقتين كبار معجون طماطم، وزودت طعم السكر اللي انا بحبه فيها كده بمعلقه كبيره دبس رمان. لو كرملتوا البصل مش هتحتاجوها دي. قلبتهم دقيقه، بعدين حطيت عليهم معلقه صغيره مليانه ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، وقلبت وكده بقت جاهزه. اللحمه اللي في الطاجن بقى دي احنا ما تبلناهاش، بتبلها في الطاجن نفسه بمعلقتين صغيرين ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود. وطبعا اساسي عندي في كل وصفات اللحمه بهارات اللحمه من باب الشام، من كتر ما بستخدمها عندي منها الحجم الكبير ده، حلوه جدا. حطيت منها معلقتين صغيرين وقلبتها على اللحمه كده. بعدين حطيت البصل وزودت شويه ميه مغليه بس مش كتير، اللي هو ربع الطاجن بس مثلا، والاحسن تبقى مغليه عشان يبدا سوا في الفرن بسرعه. غطيت الطاجن ده ودخلته فرن، كنت مسخنه على 180 بس حطيته قريب قوي من تحت. انا سويتها في الفرن عشان بحب اللحمه تستوي براحتها، وعشان كل حاجه تاخد من طعم بعضها كويس، وعشان توزيع الحراره في الفرن بيخلي كل حاجه تستوي بشكل حلو. بس لو اسهل ليكم البوتاجاز فممكن تسووه عليه لحد ما اللحمه تستوي بالكامل، بعدين تنقلوها في طاجن وتحطوها في الفرن تحت الشوايه لحد ما تتحمر بس. لكن في رايي في الفرن احلى بكتير. بتشك عليها اول مره بعد ساعه كامله، انا عايزها تبقى مهريه خالص، فلو مش بتتقطع بسهوله بالشوكه كده بسيبها تكمل سوا. لما وصلت لدرجه السوا اللي انا عايزها، معايا خدت ساعتين، شلت الغطا وقربت الطاجن من شوايه الفرن وشغلتها 10 دقايق بس عشان الوش يتحمر ويبقى ده شكل الطاجن. اكله رهيبه، والسوا البطيء في الفرن بيركز الطعم بتاعها جدا، بيخليها تحفه، مش محتاجه غير رز بالشعريه او عيش بس حتى. قولولي بتحبوها بايه، وشكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.